انا عمري في حياتي ما شفت تلج، ودي مش حاجه غريبه بما اني مقيم في الدنيا قاره افريقيا. درجه الحراره عندنا بتوصل ل 45 في الصيف، وفي الشتاء اخرنا يومين مطر وبس كده. طول عمري زي اي طفل بحلم ان انا العب في التلج من وانا صغير، فعشان كده اول لما الفرصه جات لي قررت ان انا اسافر اسطنبول في الشتاء عشان اقدر اشوف التلج. لكن للاسف ورق السفر طول جدا، والموافقه جت في اخر الشتاء، واول لما نزلت اسطنبول مفيش تلج. بس لحسن الحظ سمعت ان في مدينه جنب اسطنبول اسمها بورصه بيقولوا ان كان فيها تلج كتير جدا، بس بسبب ارتفاع درجه الحراره اليومين دول التلج بدا يسيح. من الاخر كده يا نلحق يا ما نلحقش. فقررنا يا جماعه ان احنا نطلع النهارده على بورصه على امل ان احنا نلحق اي حاجه من التلج. احنا هنروح الاول على تقسيم، وبعد كده نتحرك من هناك على البورصه. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا يجيكم اليمين راح يجيكم بس في الخط الثاني مباشرة سرايا. ده يعتبر اول يوم اركب باص، اول يوم اروح رحله. طبعا لا ايدكم اليمين راح يجيكم مدخل قصر دول مباشرة سرايا عند الساعة. على يساركم راح يجيكم ملعب. المدخل الاساسي للقصر رايكم اليمين بيجي، بس هذا المدخل مسكر موفق مصطفى كامل تدور. احنا قدامنا بالظبط ساعتين ونص نبقى في بورصه. احنا حاليا في ميدان تقسيم، ناكل سميت يا جماعه بالزبده عشان ما فطرناش اي حاجه خالص، فده اول حاجه يعتبر باكلها النهارده. بسم الله. الجامع اللي قريب من البحر كثير، بحر مرمرة. الجامع اسمه جامع ماجدية، بجانب الجامع في اكثر من 30 محل بيعملوا اكل البطاطا المشوية. ماشي يا جماعه، احنا دلوقتي نزلنا من الباص اللي هو ده، المفروض نعدي الناحيه الثانيه اللي هي مكان اسمه يالوا، واحنا حاليا في مكان اسمه اكسي او حاجه زي كده. كل ده بيتحرك لحد هناك الناحيه الثانيه في العباره ديت. انا كنت لسه في الباص ده ومشينا عادي، بعد كده بقول له طب احنا هنعدي الناحيه الثانيه، لقيته بيقول لي والباص بتاعنا برضو هيعدي معانا، فاللي هو ايه. المفروض لما نروح المكان الثاني اللي هو اسمه يالوا هنبدا برضو هنتحرك بنفس الباص عشان نطلع على بورصه. انا انزل اشوف بقيه المكان. انا كده يعتبر شبه في اخر العباره، يعني في طيور نورس هناك. دي يا جماعه العربيات كلها زي ما انتم شايفين في العباره، بما فيهم الباص بتاعنا. وهنا بقى الباب اللي بيفتح عشان العربيات تعدي من عليه، اسمها نجمار، ده اسم العباره غالبا. بس زي ما انتم شايفين عربيات نقل يعني، وحاجه يعني ايه خرافيه الصراحه. ده هنا طلعنا فوق شويه، بس عايز الاول اطلع اوريكم تور في المكان كله. النورس منظر خرافي الصراحه يا جماعه. ماشي يا جماعه، احنا رجعنا الباص دلوقتي قبل ما العباره توصل. اول لما يعني وصلت على طول اتحركنا كاني ما كنتش على مركب اصلا، حاسس كاني كنت قاعد في باص. موضوع غريب جدا. احنا كل ده برضو لسه ما وصلناش بورصه. انا متحمس الصراحه. يا جماعه المزرعه دي في ديكه وخرفان هنا، بصوا جوست جواه في نص جبنه ملزقه في بعضه، ده في النص زي حاجه زي سوسيس كده، براونيز برضو او كيكه دي غالبا. بصوا يا جماعه المنظر. الطريق يا جماعه كان طويل جدا، بس في نفس الوقت كان فيه مناظر جميله جدا في الطريق، فخلتنا ما نحسش قد ايه الرحله كانت طويله او متعبه. حتى في تركيا بيشغلوا اغاني عربي يا جماعه، يعني انا مش عارف اعمل ايه. هربت من الاغاني العربي في مصر عشان تيجي لي هنا. السلام عليكم. على اليسار. احنا هنا عند شجرة أغاش تاريخي، اللي هي الشجرة التاريخية أو الشجرة المعمرة اللي هي قاعدة لحد دلوقتي بعد 610 سنة. الشجرة ديت أول لما شفتها كده بتفكرني فيلم طرزان، الشجرة اللي كان عايش فيها. وأنا صغير كنت بحلم إن أنا أعيش في شجرة زيها. ايج 610 سنة، والارتفاع 37 متر، غالبا القطر بتاعها 53، سيركمفرنس 10 متر. وهنا في كلب نايم. ممنوع تتسلق الشجرة أو تكتب عليها، بصراحة من حقهم يكتبوا كده. احنا عندنا شجرة شبه عند برج القاهرة بس مكتوب عليها ومتبهدلة خالص. حاليا احنا شايفين بورصة كلها من المكان اللي احنا فيه فوق ده. خدتوا بالكم هنا يا جماعة برضو هتلاقوهم ان هم حاطين حاجات بتسند الشجرة ذات نفسها عشان تحميها. دي حاجات ديت حديد، لو حاطين كاوتش عشان يحمي ان هو ما يضايقش الشجرة نفسها. تحس ان هم بيعاملوا الشجر كأنه بني ادم، لو هي لوحدها هتقع يعني، هي نفسها ده تقيل جدا. Model, bakıcı böyle model. Almadım hello. Al bir tane hacı, siftah yapalım. Baby'ler verin, baby muffin.
No. Hediye götür. Hediye de mafi hediye. Hediye götür hacı. Mamaya götür, madama götür. Hacer tabii. pahalı. Hello. İkisini de gördüm. جزاك كريم. Yes. واحنا يا جماعه بنطلع الجبل كان في شويه تلج على اليمين والشمال، شكلهم موسخ حبتين كده وقليلين قوي، بس ده اداني امل ان انا فعلا ممكن الاقي تلج فوق. وهنا يا جماعه واجهتني اكبر مشكله في الرحله كلها، ان انا كنت ناسي الشاحن بتاع الكاميرا، فكنت بشحنها بالباور بانك اللي معايا. الموضوع صعب جدا لما انت تبقى شايف حاجات جميله جدا وعايز تشاركها مع الناس، وفي نفس الوقت انت مقيد بان الكاميرا هتفصل شحن. زي ما انتم شفتوا احنا صورنا حاجات كتيره جدا، فالكاميرا اصلا كانت بتخلص على طول، ولما الباور بانك خلص ساعتها فعلا انا فقدت الامل ان انا اشارك معاكم الرحله، لان دي بالنسبه لي هي اهم حاجه، ان انا اشارك معاكم كل الحاجات اللي انا بمر بيها. وساعتها كان حلمي باظ، او انا كنت فاكر انه باظ. بعدها على طول الباص وقف في كافيه، فقلت انزل اشرب اي حاجه سخنه. حاجه غريبه جدا ان لقيت الكافيه ده بيبيع شواحن USB، وكانت اغرب حاجه بقى في الحوار ده كله ان نفس الوصله اللي بتشحن الكاميرا بتاعتي كانت هي نفس الوصله الموجوده في الشاحن. طبعا انا اشتريت الشاحن من غير ما افكر، وحاولت اشحن الكاميرا على قد ما اقدر. الكلام ده كله حصل في دقايق لان الباص لازم يتحرك. بعد كل ده شحنت الكاميرا بالظبط 5%، و5% دول بصراحه كانوا بالنسبه لي كفايه ان انا اشارك معاكم اللقطه اللي جايه. وساعتها يا جماعه شفت منظر من اجمل المناظر اللي شفتها في حياتي. حاسس ان انا حرفيا قاعد في الشاشه اللي بتبقى في الديسك توب لما بتفتحه. منظر مش طبيعي يا جماعه، والله العظيم بجد. بصوا انا مش عارف الكاميرا مبينه كويس ولا لا. الفكره ان الكاميرا 1% وممكن تفصل في اي وقت. اول مره يحصل معايا الحوار ده. يسار يسار هنا في بورصه تلج. اول مره في حياتي اشوف تلج يا جماعه. مكان جميل قوي. منظر جميل جدا 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 الصراحه. يعني لا حاجه من عالم اخر بجد. يعني انا انا عمري في حياتي تخيلت ان انا اصلا اشوف تلج بجد. منظر مش طبيعي بجد والله العظيم. يعني بصوا هنا منظر فوق عامل ازاي. خدوا بالكم ان دي تكلفتها 70 ليره بس، اللي هي حوالي برضو اراوند 100 جنيه، يعني مش حوار. الرحله كلها 150، بس هنا التلفريك لوحده منفصل 70 ليره. التلفريك الصغير، في تلفريك كبير بس ما كانش شغال النهارده خالص، عشان كده ما خدناهوش. بس الدنيا فوق تلج، لازم تاخد معاك جواكت وجوانتيات. انا ايدي مش حاسس بيها اصلا، ومناخيري ورجلي مش حاسس بيهم، ما كنتش اتبل اصلا يعني. وده هنا يا جماعه كان المرشد بتاع الرحله بتاعتنا بيحدف علينا تلج عشان احنا اخرنا فوق، والرحله كلها كانت مستنيانا يعني وواقفه علينا. وطبعا زي ما اي حاجه ليها بدايه لازم يكون ليها نهايه. وهنا يا جماعه كنا وصلنا لنهايه الرحله. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي.